حارس، أول ما انزل القبر بعدها بدقايق الكل راح يسيبني ويمشي، الكل هيرجع بيته، الحياة راح تاخدهم ويرجعوا لحياتهم الطبيعية، ودي سنة الحياة. وخد عندك المقولة اللي كلنا حفظناها: الحي أبقى من الميت. وأنا هفضل لوحدي 100,000 سنة ويمكن أوصل 1,000,000 سنة، الله أعلم بعدتها. إذن أنا في أشد الحاجة لأنوار وأشجار ونخيل في الجنة، بحاجة إن يكون قبري روضة من رياض الجنة. وهنا هعمل إيه؟ تخيل إن لا إله إلا الله والذكر والقرآن والتشهد نور في القبر. زي ما بحاول أقف على رجلي في الدنيا وأعمل مشروع أصرف منه على أولادي في الدنيا، خليك حريص برضو على عمل مشروع لك في الآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من